وهذا هو الكروكي اللي كل ما نديرو يخلص في نهارو. كي تشوفوه هكا مع الاول تحسبوه ميلفاي، بصح هو كروكي سنيوه محشي ويخرج لكم 30 حبه على ضربه. غير خبيو عندكم الوصفه باسكو رايحين تندموا اذا راتيتوها. نبدا بالعجين اللي يتخدم غير ب4 مكونات. عندي كاس نقيس به كلش، ندي كيلو بيض دات لي 4 مع كاس ونص سكر غلاس، رشه ملح، لافاني، ونطلع حتى يبيض الخليط. بعدها نزيد عليهم كاس وربع زيت، وصفه اقتصاديه ما فيهاش خلاص. الزبده نخلط شويه ونجمع بالفرينه واللي هي المكون الرابع مع كيس خميره الحلويات. نخلط حتى نتحصل على عجينه طريه وتكون شويه تتلاصق في اليدين. المهم نجيب بلاطو ندهنه بالزيت، ما ديروش بابي كويسون، نحط نص كميه العجين، نفتحها نثقبها ونزيد الحشو. انا درت الكراميل توفي تاع توبي. هذا الكراميل بزاف بنين ويجي ثقيله روعه. انا سخنته شويه باش يعاوني في الخدمه، درت تبقى مليحه. ومن بعد نص كميه العجين اللي بقى فتحته على بابي كويسون وحطيته على البلاطو، ريقلته هكا مليح، زدت ثقبته ودخلته تبع على 180 درجه حتى نتحمر. حمروه شويه من فوق ومن بعد فرغوا عليه 250 غرام شوكولا اولي اللي ذوبتها ودرت لها شويه زيت، مشيتها ودرت من فوق زيكزاك تاع شوكولا بلون، زينت كيما الملفاي، خليته برد وقطعته. قطعوه من الاحسن بكوبات اللي تكونوا مسحتوها ودفيتوها كل مره، وشوفوا كيفاش يجي محشي من داخل وبزاف بنين ومبسس. غير جربوه وهذا ما كان.